طب يعني انا لو رحت القسم قلت لهم ان انا اتسرقت مني انبوبه، القسم هيسيب اللي وراه كله ويدور لي على الانبوبه؟ طب ما هو لو جه وعاين وشاف القفل اللي انا حاطاه هيتف في وشي ويقول لي طب ما انت ده لو قطه معديه هتسرقك حضرتك ومديه الامان انا بقى وفي كيمباوند اشعشت اهلك بقى. بس بقول الحمد لله، والله العظيم الحمد لله انها جت على قد الانبوبه. انبوبه جاي غير انبوبه يا صلاح بيه. الحمد لله ان عينه ما اتفتحتش على حاجه او انا كنت موجوده في الشقه مثلا عمل فيها حاجه، لان هو لو كان دخل وانا موجوده عليا النعمه كنت هغز امه بسكينه تعدي. نعم قاعده في بيته. فانت لو ذكر وكان عند امك شنب، اصل مش واحده اللي هتسرقني اكيد، وعندك شنب يالا كنت دخلت وانا قاعده يالا عشان عارف ان انا هجيب مصارينك. انا ههينك يالا ههينك، عارف يعني ايه ههينك؟ هغزك بسكينه بجد، انا مجنونه والله العظيم. ولما الدم بيفور انت ما تعرفنيش، ما انت حظ امك انك جيت وانا مش موجوده. كاميرات كل شهر بتمسح، فحظ امك انك انت يمكن اتستر عليك عشان انت فعلا محتاج ده، ولا انا هديك مبرر ليه؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المشكله ان انا ماليش اعداء والله، لا حد بيكرهني عشان يتعمد يعمل فيا كده. وجايه من سفر يعني هضطر ان انا اجيب انبوبه ب 1500 جنيه بمنظم؟ طب سيب المنظم يا جدع. لا اله الا الله. ما لقيتش حاجه اعمل عليها قهوه الصبح. طيب ضميرك كده بيرتاح. كان في 3 مسامير في الرزه، انت فكيت مسمارين وسبت لي مسمار، خايف ان حد ركبتها تاني يعني، خايف ان حد حرامي بعدك يخش يسرقني. اما انت حرامي، انت لا حرامي غبي وعبيط والله. مش عارفه ولا قلبك عليا، مش عارفه بصراحه والله. انا ما عارفه اعيط ولا عارفه اضحك. الله اكبر الله اعظم يا رب. ساعه اذان دعوة ولية ساعة العصرية، إلهي تفرقع فيه هو وأمه وربنا ينتقم منه. بس لو محتاجها وكان محتاج الفلوس دي، أنا الله يسهل لك، الله يسهل لك لو كنت مضطر أو هتأكل عيالك يعني وهتدخل عليهم فلوس حرام وكنت مضطر إنك تعمل كده، فالله يسهلك. بس ده ما يديلكش مبرر إنك تيجي تسرقني تاني يا ابني. أنا آسفة والله، بس أنا لو شفت أمك